السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. جربي معايا بقى طريقة عمل الجلاش بالكريم كراميل. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومن غير اي تعقيدات، وبمكونات موجودة في كل بيت. وصفة اقتصادية وبسيطة وطعمها تحفة، هتعجب كل افراد اسرتك، وهتنفعك في العزومات وهتنفعك في اوقات السهر. حاجة كده خفيفة وبسيطة وجميلة، وبالقمر اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده تطلع معاكو سكر سكر سكر، وهتعجب افراد اسرتك كلها، وهيطلبوها منك على طول، وانتي مش هتبطلي تعمليها. حل كده بسيط وسهل وغير مكلف، وكل حاجته موجودة في البيت. مش هتتعبي ولا هتجيبي اي حاجة من بره. وهنشوف بقى عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو عندك بقى لفة جلاش كده منسية في الفريزر ومتبهدلة ومتهربدة كده، اوعي ترميها. هنعمل بيها أحلى صينية جلاش بالكريم كراميل، ومحدش هيصدق إنها كانت منسية في الفريزر، وإني معرفش عنها أي حاجة بقالها فترة. أنا جبتها بقى دلوقتي وقطعتها شرايح كده. طبعا انا هربتها زيادة ما هي متهربدة زي ما انتوا شايفين. قطعتها بقى شرايح كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى اجيب صينية، ومعايا هنا نص كوباية من الزبدة المذابة. عندك بقى حابة تحطي سمنة ماشي، حابة تحطي زيت، حابة تعملي ميكس بين السمنة والزيت، مفيش اي مشكلة. وهقسم بقى الكمية معانا كده على 2. واخد طبعا النص بقى اللي هو فيه فتافيت كتير دي، هحطها في ايه، في اول الصينية. وهبدأ بقى افردها كده زي ما انتوا شايفين واسويها. اهم حاجة بس تفردي كويس كده وتملي كل الجوانب وكل الحروف. وهنزل بقى بالزبدة عليهم. طبعا هنسقي بقى زبدة حلوة كده، كمية زبدة حلوة عشان تطلع معانا مخدومة وحلوة وجميلة. وزي ما قلتلك مش شرط زبدة، حابة تحطي زيت، حابة تحطي سمنة على زيت، زبدة على زيت، زي ما انت عايزة. انا سقيت طبعا الكمية كلها بالزبدة اللي انا مسيحاها. وكان عندي شوية بقى من الزبيب. انت عندك زبيب حطي، عندك سوداني مش عايزة تحطي حاجة خالص مش هتفرق والله في الطعم، بس كان عندي شوية زبيب قلت اما اعزز بقى الطعم بتاعها كده بيهم. وهنزل بقى بالجزء التاني وابدأ افرده. عفوا. هفرده كويس كده في الصينية زي ما انتم شايفين، ومش هضغط عليها، يعني هسيبها برضو هايشة كده من فوق تديني شكل حلو قوي. وهنزل بقى بقيت كمية الزبدة بتاعتي، وهغطي الوش كله. طبعا انا حطيت الزبدة بتاعتي كلها هيت. والله جميلة جدا وفكرة حلوة جدا جدا جدا. مش هنرمي حاجة يا جماعة، الحاجة غالية مش مستاهلة. وعلى الفرن بقى ورحت حطاها. وهبدأ بقى اعمل ايه، التشريبة بتاعتها. التشريبة بتاعتها النهاردة معانا نص كيلو من اللبن الحليب، نزلت عليه ب3 معالق من السكر، وهنزل عليهم بباكت من الكريم كراميل. وهقلبهم بقى كويس كده لحد ما يدوب السكر معانا ويدوب الكراميل. وهرفعهم على النار. ونسيت اقول لكم صحيح، انا نزلت برشه كده من الفانيليا. الفانيليا بتديها طعم حلو علشان اللبن. وعلى النار بقى هقلب بقى الخليط بتاعنا دوت كويس. طبعا هو مش هيتقل معانا، بس اول ما يغلي معانا بنشيله من على النار. طبعا الخليط بقى جاهز معانا، والصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين ادت اللون الجميل بقى الذهبي ده. حاجه كده بصراحه ما شاء الله، الله اكبر، اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. وادي التشريبه بتاعتنا جاهزه اللي هي الكريم كراميل بتاعنا. وابدا بقى اسقي صينيه الجلاش. ولا بقى تقولي بقى دي كانت متقطعة، دي كانت منسية، دي نشفت، دي حصل فيها ايه. لا، احنا عملناها بقى وصفة جميلة وسهلة وحلا بقى جميل كده وبسيط، وعملناه من لا شيء.
لفة جلاش كانت مركونة عندنا وعملناها حلو كده بسيط وخفيف ومش هيكلفنا اي حاجة. وطبعا سبتها بقى لما اتشربت من التشريبة بتاعتها وهديت كده شوية. طبعا انا ما سبتهاش لما بردت، انا قطعتها وهي سخنة. الوصفة دي بقى تنفع صيف تنفع شتاء، وقت ما تحبي تعمليها اعمليها. في الصيف طبعا هتقطعيها كده وتاكليها سخنة، اجدع واحلى من ام علي كمان. وفي الصيف هتسيبيها بقى في التلاجة لما تبرد كده وتسع وقوامها يتقل، وتاكلوها كده ترطب على قلبكم. يعني صيف ماشي شتاء ماشي، إيه ما بتقولش لا. اهم حاجة بس ان احنا نشطر كده ونقوم نعمل حلو كده بسيط وسهل زي ما انتوا شايفين، وما خدش معانا وقت وما كلفناش اي حاجة، كل حاجة من البيت. وهتطلعي بقى احلى صينية جلاش جميلة وقمر وبطريقة جديدة. مش شرط بقى ان احنا لازم نحط بقى عسل وشربات، ده برضو للناس اللي ما بتحبش الحاجات المسكرة قوي. طبعا سكرها خفيف، وانت لو حبيتي كمان تقللي كمية السكر مفيش مشاكل. انا حطيت 3 معالق، انت حابة تقللي عن كده مفيش مشكلة، يعني حسب ذوقك وحسب الطعم اللي انت بتحبيه. وحاجة كده جميلة والله ما قادرة اقول لكم الطعم عامل ازاي. الطعم جميل تحفة تحفة تحفة، وحاجة كده سكر وعسل وقمر وجميلة. ودي كانت وصفتنا النهاردة بقى من لفة الجلاش المنسية في الفريزر. ولو وصفتي عجبتكم يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركتش في قناتي يشترك عشان يجيلكم كل جديد. ويا ريت تدعموني كده بتعليق حلو ولايك حلو يا جماعة عشان ترفعوا معايا الريتش بتاع القناة. واشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.